استغلال القضيه الفلسطينيه لمصلحته السياسيه. واش هذا السؤال هذا ما يمكنناش نناقشوه عليه انها وجب صهيونة المغاربه عليه على هذه القضيه. فجينا بغينا نحطوا يعني حماس تحت المجهر ونناقشوها ونناقشوا بعض العناصر ونناقشوا. حتى انا ذهبت بعيدا حتى بغيت نمشي لمشعل. هذا مشعل واش عاش في غزه اصلا؟ هو ابن 11 سنه، خرج مشى للكويت، درس، دار الاعمال ديالو، السيد ولا مرفح، ركب على القضيه الفلسطينيه داخل الجامعه الكويتيه حتى اصبح الرجل الاول الذي يخاطب من قيادات ديال الاحزاب ديالنا. وحنايا هنايا فهمت السطا. انا لحد الان اتساءل، وهذوك النيت اللي كانوا تيصهيونوا المغاربه خرجوا وقال لك وانتصرنا في حرب ضد اسرائيل في هذه الهدنه هذه اللي تعلنت، ونسينا العمل الجبار اللي قامت به المؤسسه الملكيه واللي من خلالها ان اسرائيل انها وافقت على الهدنه. هذه كاع ما بغيناش نناقشوها. ونسينا قدوم تركيا للجزائر والصفقات بالمليارات الدولار وكلها تحاك ضد المغرب. ونسينا في خطاب صاحب الجلاله اللي كان خبرنا بمشاريع عملاقه واللي كان قال في واحد الكلمه وهي اعتبرها يعني جمله استراتيجيه، يعني يجب على المغاربه ياخذوها بعين الاعتبار في المستقبل ديالهم، التصدي الى الخصوم اللي باينين واللي ما باينينش فيما قاله، لان سرد جميع المشاريع ديالو وسرد جميع التوجهات الكبرى ديال الدوله ديالو وعطانا واحد البوند ديال انه غيكون واحد التصدي، وهذا سوف نتصدى تفيد المستقبل ما تكونش الحاضر. يعني هذا الشيء اللي حنايا عليه هناك من سوف يصارعوننا في هذه المشاريع هذه. وشفنا المشروع الجزائري التركي انه بغى يدير واحد المشروع يعني غريب جدا، ورغم انه مشروع فاشل بخبراء اقتصاديين، انه بغى يدير واحد السكه حديديه انها تجمع بعض الدول الافريقيه لكي تنافس ما قام به المغرب واعلانه في المشاريع الكبرى. يعني هذه التساؤلات هذه هي اللي تطرحنا لماذا المغرب وضع يعني تحت المجهر في القضيه الفلسطينيه، ولقينا بعض الخلايا النائمه تهاجم حتى بعض الرموز داخل الدوله. هذا هو التساؤل ديالي الاخ برنوس. تحيه لك وتحيه للجميع. شكرا مستشار. هو فعلا الموضوع جد متشعب. احنا قلنا مع المستشار مشينا حتى التحليل ديال الزياره ديال اردوغان الى الجزائر، ونقدروا نمشيو ابعد حتى الزياره التي اعلن عنها وتم ما عرفتش انا ما قريتش الاعلان، ولكن يقال انه تم تاجيلها اللي كانت ديال صاحب الجلاله نحو قطر والامارات. بون هذا تحليل بعيد شويه، نقدروا نفتحوا فيه نقاشات اخرى ولا تفتح من طرف الاخوان خاصه في المنصات ديال الخي رشيد. دونك انا دعوني اطرح واحد السؤال على عبد الله، من بعد غادي نطرح عليه، ولكن خلي الكلمه الان من اجلك يا وطني. ما عرفتش واش راه ديسپونيبل الان. السلام عليكم اخ سعيد. السلام على سيدي عادل. اخويا عادل، ما عرفتش غادي نعزيك وما عرفتش شكون اللي فقدتي. على العموم حتى نولي نتواصل معك. البركه في الوالد الصحه اننا نشكر معكم. الله اكبر اخويا، الله اكبر، الله اكبر، الله يرحمه، الله يوسع عليه، الله يعوض المحبه في الصبر. نولي نتواصل معك اخوه. الله يحفظكم. السلام على السي الدكتور بن عياد، استاذ عبد الله العزيز، الدكتاتور السي رشيد. والله ما تستاهل ديك الدكتاتور، والله ما تستاهل العادل وفكاك الوحايل رغم الاختلاف معك. السي المستشار، اتمنى ان تكون مستشارا فعلا، وكنت انت اللي تكون شاد بلاصه السي سعيد باش نستشروا معك، ما خصكش تكون مختلف حتى مع شي واحد. المهم انا راه عندي بزاف ديال الافكار، ولكن اتمنى ان يستقيم اللسان ديالي ونقدر نزلها. وعاده انا ما ترتبوليش الافكار ولا يسعفني لساني ان اقول كل ما وددت قوله. المهم انا في حدود 5 دقائق من اجلك يا وطني، في حدود 5 دقائق باش كومسا الاخوان ما ربما وقع غادي نسالي قبل كاع غادي ننسى. انا غادي نرجع لواحد القضيه، لانه انا عندي الشك، والشك حلال، الشك حلال، الشك حرام، ما عارف. المهم انا بزاف ديال الناس، انت سي سعيد راه من الناس اللي كنت نعزهم بزاف، ولكن هذه المعزه راه بغيتها تبقى. ولكن عندي الصراحه ديال نقول لك بانه بدات تنزل عندي ماشي بحكم الاختلاف، ولكن يبدا يشوبها شي حويجات. نقولها لك صديقا هكا وانا عندك، ما نهضرش فيك، ما نحل عليك لا لايف لا ولكن نقولها لك لانه علاش
لانه بزاف ديال المرات تيجي واحد التزامن غريب للانشطه ديال هاد المنصات التيكتوكيه. نفس الموضوع تتداوله العديد من المنصات وبنفس لي موتيف اللي كيطلعوا عليهم نفس. وبعض المرات تيتحاماو تيتجمعوا باش تكون اولا يكون العدد وتكون المنصه قويه ويكون الحضور قوي ويكون تكون المتابعه قويه باش توصل الرساله. ولكن للاسف انا تنذكر ديما بانه الحق دائما سهل الدفاع عنه. والحق علاش؟ لانه يعلو ولا يعلى عليه. انا كتبان لي في الكرونولوجيا ديال علاش، لانه رجعنا للكرونولوجيا ديال النشاط ديال بعض المنصات بعينها منذ 7 اكتوبر، يعني الطوفان ديال الاقصى، وتماهيها مع رجع الصدى الذي غالبا ما كان باهسا ان لم نقل مخيبا المقاصد المرسومه من تلك المنصات، مع من سبيل مع من تشاورت حركه حماس مثلا. واش كاين شي تناسبيه في القوه؟ اسرائيل راه قويه. ايوا دابا تفرجوا شنو غادي دير دابا اسرائيل، وقول لهم يطاكيو دابا. هادو كلهم يعني من البدايه. كذلك مع استحضار واحد الفعل اللي نورمالمون كان يكون التنديد به والتركيز عليه، بل رفع دعوه للسيد اللي قال كلنا اسرائيليون بنون الجماعه، كلنا اسرائيليون منين من دوله ديال الامارات المؤمنين ودوله اللي فيها الهيبه، وخاص واحد شكون هذا اللي غادي يقدر يقول من الداخل كلنا اسرائيليون. مع انا تستحضر كل الحقاش كاين واحد الصيروره، كاين واحد التراكم ديال الانشطه ديال هذا الكيان الصهيوني وسط البلد. وحنا شفنا بانه المغرب انه رفض مساعده ديال 75 دوله ايام الزلزال، وشنا دي زو ان جي اللي خدامين في وسط الزلزال بدي التوني اللي كيحملوا العلم ديال اسرائيل. شفنا كذلك توزيع ديال القفاف، شفنا كذلك توزيع ديال الاضاحي ديال العيد. يعني هنا تنتكلم على واحد التطبيع اللي هو ربما كان المقصود منه هو التطبيع الروحي والاجتماعي مع المجتمع المغربي. وهذا الشيء اللي كان تناقش وهذا الشيء اللي كان طرح واحد الاشكال مع واحد الناشط اعلامي اخر اللي مازال تيتجرجر في الهضره. وديك الساعه ما كنت فاهم والو. هذه هي ندخل نقول تنشك وتربطها من فجره 7 اكتوبر، تربط علاش تهاجم هذاك السيد، لانه كان تيعمل بانه اتونسيون المغاربه، لانه كان تيتعرض للهجوم من بعض المغاربه في النشاط ديالو التويتري. وفاش يجي يهضر على بعض تتسمى بانه تتقول له بانه كان المغاربه، تتسمى بانه تيهاجم الملكيه وتيهاجم هذا بزاف ديال الحوايج. هذا هو اللي كان تيشكك، وهذا هو اللي كان ما تيخليش الرساله المقصوده توصل للمغاربه. تنوصل باش ننقز ونسى لنا 5 دقائق هذا كتمشي، تنوصل للنشاط ديال الشبيبه ديال العدل والاحسان. واللي خصنا نستحضروه هو انه عاده كل الانشطه ديال المؤتمرات وهذا كانت تتعرف حضور بعض الكوادر سينو الزعماء ديال حركه حماس، وكانت تمر في سلام وفي هدوء وما كان حتى شي مشكل. تنسائل كذلك، تنذكركم كذلك بانه هذا الحزب ديال البي جي دي رغم الضربه والاقصاء ديالو بادخال بزاف ديال الحوايج في هذيك الانتخابات ديال هذا، منها القاسم الانتخابي المشترك، وديك الضربه من اللي ما كتصورش من 127 مقعد رجع تكركب واحد كان يقدر يتقصى مثلا غير بحال مغزفين عليه. انا ما تندافعش على البي جي دي، انا ضد منهم، ولكن كان يرجع للمرتبه الرابعه الخامسه السادسه السابعه. ولكن رغم ذلك كنا كنشوفوا الدبلوماسيه المغربيه في شخص بوريطه كانت تدير واحد في التصريحات الرسميه. كان في ظل الاعتداءات الاسرائيليه كان هناك دائما واحد الانحياز للطرف الاسرائيلي دون الاشاره والادانه لما يتعرض له الفلسطينيين قبل من هذا. وكان دار واحد الرساله للدول الملكي وندد بها وتلقى الرد، وكانت عنده الشجاعه ديال يولي يرد على الرد ووقفت تماك. دونك شكون هذا اللي دار بكير هذاك البلاغ اللي كان داروا الدول الملكي، ومن بعد رد عليه الدول الملكي وبغى يسمي بانه هذاك السيكتور اللي ريزيرفي لو روا وهذه المسائل. الوغ كو حنا تنعرفوا بانه في دستور 2011 كل وزاره نورمالمون كاع الوزارات ما كاينش السياديه، على الاقل هذا الشيء اللي كيتروج. مي ولاو رجعوا لنا بانه الداخليه سياديه. اللي كنعرف واللي ثابته هو الاوقاف والشؤون الاسلاميه، لانه من اليوم جلوس ملك البلاد على العرش هو اللي مازال كاين. اما الشيء الاخر تنعرفوا يقدر يمشي يقدر يجي، هذيك الوزاره عندها تقدر تكون اسبقيه، ولكن ماشي خارجه للنقد. فاش يكون عليها النقد ما خصناش نديروا الاصنام،
ما خصناش بزاف ديال التسميات وبزاف ديال كل شيء تردوا انا فاش تقول خطا الخطا راه ما تخرج منه تجوال. اللي كان الخطير في الامر هو كاين واحد المساله اخرى. هذا الشيء اللي انا تنقول بانه مشعل ما نساوش بانه فلسطيني، ما نساوش بانه الحرب قائمه ضد غزه، ما نساوش بانه 13000 تقريبا 13000 ديال الشهداء اللي طراو تماك، اكثر من الثلثين فيهم من الاطفال والنساء. خصنا نتكلموا عليهم، خصنا نقولوا بانه هاد الناس هادو كانوا محاصرين من 2007 حتى لدابا، ووصلوا يقطعوا عليهم الماء والضوء وتضربوا المستشفيات وضربوا امام المستشفيات هذا لي زالتيرناتور ديال الضوء هذا وداك الشيء، وقطعوا كل شيء. هادشي ما تتكلموش عليه، ما نهضروش على اسرائيل شنو دايره تماك، ولكن نشدوا ونهضروا على مشعل الا تكلم قال رساله تيشكر فيها المغاربه اللي خرجوا باعداد كبيره وكانوا واضحين، شكرهم وقال بانه نتمنى بان المغرب ما قالش ما قصدش فقط الشبيبه، قصد الاحرار بكل شيء فيهم. ومشعل ما تكلمش على المعلمين على الاساتذه المتعاقدين، ما تكلمش على الزلزال، ما تكلمش كيما دار ماكرون بانه غادي يديروا جمعيات، وما تكلمش في هادشي بعيد. واش حرام يقول المغاربه بانهم تساعدوا القياده ديالكم بانه تضغط بشي حاجه؟ ما نعرف علاش غادي نتهربوا، علاش هذا الخوف. وتوصلنا بانه لا يخاطبني الا مالكي، انا لا يخاطبني الا مالكي. كيفاش لا يخاطبني الا مالكي؟ والملك ديالنا راه خاطبته في الجهه الاخرى مثلا وتتخاطبهم بجويه اخرين. الخطير في الامر هو انه من بعد خرج الامين العام ديال حركات العدل والتوحيد باش يعتذر فوقاش من بعد ما داز 3 ايام من بعد ما تعلنت الزياره ديال ملك البلاد وخرج. انا كنتسائل من هي هذه السلطه التي يعني تجرأت بعد ذلك. انا عندي شكون، لانه كاين بزاف ديال الاحداث اللي طراو اللي كتخليني نقول واش كاين واحد شويه ديال السلطه مختطفه من السلطه الكبيره. نذكركم بحدث مثلا هذاك المثلي نور زينهو ديال اسبانيا اللي ما خلى ما يتشاف السب والفيديو حاضر في شخص ملك البلاد، وغادي يدخلوه بعد تجنيد محامي ديال الدوله حتى الملقا خطيبيطي وجابوه وغادي يدير ندوه صحفيه في وسط الرباط العاصمه بالميكروات ومن بعد غادي يخرج. من اجلك يا وطني، من اجلك يا وطني، بلاتي يا خيدي الله يرحمك الوالدين. انا نقسم لك بالله زعما اتحدث معك بكل صدق. راه كلمه فكره وحده اللي واضحه عندي في الراس من الكلمه ديالك ما تشكلتش عندي. ما عرفتش واش عندك تنقز من جزيره لجزيره، خايف من الالغام، يمكن كتحاول تحط رجل هنا ورجل هنا. لا انت مسالت بانه باش تعطي 5 دقائق من الديبار. انا الاول قلت لي بان عندك 5 دقائق، تنظن الكلام ديالي واضح. تنظن بانه قلت لك انا اسمع ربما قلت شي كلام ثقيل، ربما قلت شي كلام تيخلع. انا قلت لك دابا، قلت لك بانه انا تنحس بانه كاين شي حاجه من السلطه اللي مختطفه، والعديد ما نبداش نفتي لك شحال من الحاجه اللي نشك فيها. شكون اللي على شوف الدول الملكيه علاش ما خرجش من اجلك يا وطني الله يهديك الله يرحم لك الوالدين. نعم الله يرحم لك الوالدين. عندنا واحد السيد خاطب الجماهير قالها بالكلمه، قال انا كنتوجه للجماهير وكنقول لهم خاطبوا الملك ديالكم، والجماهير نعرف مكانها هو الشارع، والجماهير كدير جوج حاجات، اما كتحتج اما كتحتج. اسمع خويا سعيد، عطيتك مثال ديال بلكيران. فاش تنتقد بوريطه واش ما جاوبوش الدول الملكيين؟ علاش الدول الملكيين مغاربه بيناتهم، مغاربه مع المستشفى ديال المغرب وكذا، وقع نقاش. ولكن علاش حنا غادي نبقاو نسلطوا حتى على مساله مغربيت؟ واش هذاك ماشي ملك مشترك للمغاربه كاملين؟ علاش غادي نجروا دابا وحنا كنشوف واحد التحركات؟ واش مشعل حتى مغربيت اللي بغا اللي قفزوا عليها شي وحدين وحطوها، وحنا دابا تنشوفوا بغيتي ولا كرهتي كاين واحد التصدعات تكتونيه في الطبقات التكتونيه الاجتماعيه المجتمعيه اللي ها هو حنا تنعالجوا فيها. علاش غادي نحطوا واحد المشترك ديالنا سي اون فالور ديال اللي مشتركه بيناتنا ديال المغاربه، علاش غادي يمتلكها واحد ويحطها ومن بعد غتلقى راسها في الضرب وتلقى راسها ما بين مغاربيت وتصهيونيت؟ مفهومه؟ والله ما فهمت شي حاجه خير ما اجيك. على كل حال خليك معايا
خليك معايا لينا طولنا تقريبا 7 دقائق واحد الاخوان كيستناو. الا كنتكلم العربيه ما نعرف. لا كاين فراغات بزاف في الجمل ديالك، كنقول لك بصدق صراحه. كاين فراغات صحيح بزاف. ربما يمكن توزن هضرتك، يمكن ما باغيش توصل لشي، فهمت؟ انا عارف يمكن ما باغيش تسمي الاشياء بمسمياتها لاسباب معينه، ولكن انا شخصيا في الادراك ديالي كاين جزر عندك في الخطاب ديالك. على كل حال انا قبل ما ندوز الكلام للاخوان باش نتكلم على داك الشيء اللي دويتي فيه في الاول. خيطهم اخويا سعيد، ومن بعد راه عندك الفيديو خيط، راه كلامي راه كان واضح. تصنع صافي واخا انا غادي نشوف كيفاش ندير الدقه. غادي نخرج شي جلابه بحال هذيك ديال الكركاريين. على كل حال من اجلك يا وطني، شوف القضيه ديال التزامن والقضيه ديال كنتي عندي عزيز وما بقيتيش وكذا وهذه، شوف القضيه ما بقيتيش، ما قلتش ما بقيتش، لا قريب. انا والله العظيم الا درت لك واحد الكود بوست فاش دزتي من دور لغه الخشب، والله العظيم الا الفضل في هذوك اللي دخلوا عندك انا بالصفحه ديالي انا هضرت عليك مزيان ودرت لك لا بروسبكسيون. ولكن دابا عندي الحق نتسلف معاك. انا عارفك بالنقامه، وحيت انت اكاديمي وعندك هو اللي نبغي انا، البنادم اللي يكون فاهم وواعي هو اللي ما نحس بشي حاجه هكا هو اللي نطاكي، وداك الشيء اللي قدرت عليه. انا ما غاديش، انا ما عنديش لا كاريور ديالك، ولكن نقدروا نتعاطاو هكا. هادشي اللي كنقول، ما زعما كنكرهك لا لا ماشي هذا هو الموضوع اللي غادي نهضر فيه. لا غادي نهضر على القضيه ديال هادشي نتاع التزامن وما الى ذلك. شوف هاد الاخوان اللي كيشتغلوا في هذا النيش، هذا النيش اللي كنتكلموا عليه اللي بدينا فيه من الاول. انا الدخول ديالي مثلا كان في اطار نيش ديال المغرب الجزائر، ولقيت واحد العدد نتاع المجموعات وواحد العدد نتاع الاخوان كيفتحوا لايفات هنا وهناك، كاين تفاعلات، كاين صراعات، كيشد عليا نقطع عليك، ولكن دائما النيش هو هذا. وهذا النيش هذا فيه لاكتواليتي معروف جدا. مثلا الا خدينا اللايفات نتاعي كل نهار الاخوان كيجيو كيقولوا مدرسه عيد شنو غيجيب لنا اليوم جديد، كيكون شي حاجه اللي عندها علاقه مع هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه في لاكتواليتي سوا بوليتيك سوا ايكونومي بوليتيك ولا ثقافيه سياسيه ولا رياضيه سياسيه. دائما السياسه كاينه تما في لاكتواليتي. دونك خرج واحد السيد كيهضر سميتو خالد مشعل، خديت موقفي انا وسجلت الموقف نتاعي، واحد اخر عاود خدا موقفه وسجل الموقف نتاعو. دونك ماشي مساله ما فيهاش تزامن ولا تخطيط ولا كذا ولا كذا. وانا كنقول الاخوان اللي عندهم مع الهاكين يقدروا يهاكيو البريفي نتاعي هنايا ويشوفوا واش كاين شي اتصال مع شي حد. وانا كنقولها بكل صدق، والاخوان واثقين فيا وكنقولها، واللي عنده شي كونتر اكزومبل يقولها لي خرج. دابا كاين الاخوان اللي راهم معايا في الخصام كنقول لهم خرجوا الى تكلمت معكم في الخاص ولا جاوبتكم في الخاص ولا دسقت معكم شي حاجه في الخاص، تفضلوا قولوا فرشوا لي الا كان شي حاجه. دونك انا كنظن على الامر عادي جدا رد فعل ديال واحد السيد تزامن مع رد فعل ديال واحد اخر. مرات كنطابقوا في النقاشات، مره لا. انا مثلا من الناس اللي كنقول لا يحق لي ولا يحق لنا كمغاربه ان نسائل حماس هل اخطات ام لم تخطئ. اخلاقيا ما منحقناش. يمكن من هنا 6 شهور ندير واحد القراءات قيميه نديروها، ولكن حماس ولا الفلسطينيين في وسط الدق والدقداق وانت تجي تقول لهم لا ما من حقكمش زربتوا كذا كذا. انا ضد هذه الفكره هذه، وكانوا اخوان اخرين اللي كانوا كيناقشوها. دونك ما كاينش شي حاجه سميتها اتفقتوا ولا ما اتفقتوش، كاين كل واحد كيعبر على الموقف ديالو. انا مواقفي كانت واضحه وتختلفوا عن مواقف وحدين اخرين اللي انتم باغيين تدخلوهم مع بعضياتهم بزز. علاش؟ باش تعطيو لراسكم. ما كنتكلمش عليك من اجلك يا وطني، كنتكلم على كاع الاخوان اللي كيتكلموا على هذا الشيء نتاع الكومبلو والذباب وما الى ذلك والمتصهينين ولا ذاك المصطلحات الاخرى اللي ما بغيتش نهضر عليها. دونك كل واحد كيعبر على موقفه. نتقاطع في افكار ونختلف في افكار. اتفقنا جميعا، هاد الناس دابا اللي باغيين تلصقوا فينا هاد التهمه هذه، اتفقنا جميعا على ان اسعد الشرعي واحد الشخص مشكوك فيه، واحد الشخص اللي ما من حقوش يدير داك الدخله اللي راه يديرها الان، ونجح في جزء منها انه عزل معاه واحد العدد نتاع المغاربه كونتر مغاربه اخرين. هذه مزعجه بالنسبه لي وبالنسبه لجميع الاخرين اللي بغيتوا تدخلونا بزز مع بعضياتنا في نتفقنا كاملين على ان المشكل هو اسعد الشرعي. دونك لو 7 اكتوبر ماشي حماس ولا فلسطين ولا لا 7 اكتوبر انا كنهضر على راسي، اللي خلاني نخرج ذاك الخرجات هو اسعد الشرعي. بوان.
وكنتحداكم تمشيو لللايفات نتاعي، واش جبت حماس او انتقدت حماس، واش جبت العداله والتنميه وانتقدت العداله والتنميه، او جماعه اخرى من الجماعات ديال المغرب. ملي وصلنا واحد النهار كنناقشوا القضيه نتاع الاخوان المسلمين، بالعكس انا برأت العداله والتنميه من هذا التفكير هذا، ولا من هذه المنظمه هذه العابره للدول، وهذا النوع نتاع التنظيمات كما كيسميها الاخ شكيب العابره للدول. انا برأتها. علاش؟ باش نعزلوا، وملي يكون نقاش مغربي مرحبا، العدل الاحسان نهج ديمقراطي عداله والتنميه بام احرار، نفتحوا نقاشات مزيانه كل سيمانه، نقدروا نفتحوا نقاشات في هذا الشيء. ولكن على المستوى الخارجي بلاتي البراني كيبقى براني. ما يمكنش انا ناخذ واحد النموذج معايا ونستقوى به وهو بلادو مخربه، مره يلحس لبن سلمان، مره يضرب بن سلمان، مره يلحس قطر، مره يلحس البحرين ويضرب في البحرين، الامارات يضرب في الامارات، الكويت ويضرب في الكويت، جا الجزائر ومن بعد ولا يضرب في الجزائر، ودابا في المغرب كيلحس ويضرب. ما يمكنش ندير وانا واحد سند معايا ولا نحطو على جنبي، لا يمكن الا انني نتقيه، وهذا ما نفعله. هذا هو النقطه اللي اشتركنا فيها الاخوان اللي باغيين نتوما تردوها بانه مخطط وما الى ذلك. اما التواجد ديال ولا الاستغلال ديال مواقع التواصل الاجتماعي، انا كنعرف احزاب وجماعات مغربيه، وعندي يعني معلومات بانها حتى هي كتستغل، وعندها دي جروب وعندها ذباب وعندها تواجد قوي جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. حبسات في واحد المده ودابا رجعت، وكاينين الناس اللي مشاو داروا تكوينات في تركيا، وكاينين الناس اللي دارت تكوينات في الميريكان. مصطفى الخلفي ملي كان وزير الاتصال، هذا خبر معروف، مصطفى الخلفي ملي كان في وزير الاتصال في العام ديالو الاول، صيفط 10 ولا 8 ديال الناس الميريكان باش يديروا تكوينات في اطار المرافعه الالكترونيه على القضايا الوطنيه، 6 ولا 7 من العداله والتنميه، واللي ملي جاو ولاو كيلعبوا لصالح العداله والتنميه. هذا معروف وملف كان دار بوم في وقته. دونك ماشي الواحد ملي يكون متهم بواحد اللوجيك معين كيحاول يبرأ راسو بانه يلوح هذا الشيء على وحدين اخرين. غادي ندوز للمستشار تكلم، باقي عادل الحكيم. سي عادل مرحبا. شكرا. نقطة نظام قبل المداخلة، واش ما مسموحش للسي عبد الله القرشي يتواجد في المنصة ديالكم؟ لأن لا ماشي ما مسموحش، لا الا طلب قسط مرحبا، ماشي ما مسموحش، لا غير وكلف باباري كان القسط عامر. لا ماشي ما مسموحش. دابا صافي مرحبا. في الا إطار بغيت الاختلاف مرحبا، نخلي له البلاصه اللي مده 3 دقائق اللي ما بغاش نعمرها بشي حد اخر. ماشي انا واخا كنت اتخذت موقف، ولكن معليش دابا في وجهكم انتم الاخوان، والنقاش غادي يكون ثقيل وما فيهش داك الشيء ديال الصيد في الماء العكير، ماشي مشكل. اسعيد في اطار الانصاف والمصالحه غير قبله. حنا غنديروا له وساطه دابا بين تركيا وقطر. لا ما عنديش انا. شوف انا ما نعم. واش يشرفك ان وحده سميتها الملكه المغربيه تتعايرني بكلام خايب؟ واش ماشي تيقيسوا بالصوره ديال الملك؟ خويا شوف خويا الله يرحم لك الوالدين، هذيك الملكه المغربيه تقدر تكون من الجزائر. وانا اتهموني واتهموا الوجاده كامل بانهم تقريبا اتهموني، راه هنا في التعليقات اتهموا الوجاده تقدر تكون من الجزائر بانهم انفصاليين. واش حنا قليل نسبه ودابا غادي نشدوا على التعليقات، الله يجازيكم بخير. لا ندني هانيه. ايوا نوليو ودابا السي من اجلك يا وطني الله يهديك. واش دابا بنادم كيناقش الافكار وكذا وكذا، ولا كيناقش التعليقات ديال الناس اللي ها هو؟ انا الاخوان انا المغاربه كلشي كيقول لي لا ما طلعش عبد الله. هل هذا يعني انني خدام عندهم ولا هما خدامين عندي؟ كل واحد عنده منطقه، وكل واحد عنده افكار، وكل واحد عنده سياسته ديال كذا. ها هي امازيغيه معصبه كاع منيرفيه، غتقطع عليا الهضره كاع. تفضل يا عادل الحكيم تفضل. شكرا. لا احنا كزعما بين قوسين واحد النخيبه صغيره، خاصنا نعطيو يعني النموذج في ثقافه يعني تدبير الاختلاف بيناتنا بدون شخصنه، بدون يعني الانحدار لمستويات اخلاقيه غير مقبوله. هذا هو المراد. ما انا اثق في رجاحه اختياراتكم سي سعيد. هذا غير كان ربما سؤال توضيحي سلموا المعلقين، لان البعض كيستغرب علاش ما كاينش هنا. غير تفاعلا مع بعض المداخلات ديال الاخوان، السي عبد الله ذكر وبالمناسبه
صديق صديق مقرب جدا بالنسبه لي، واختلافاتي معه تصل الى درجه زعما المعارك داميه ثقافيا، ولكن هذا لا ينقص من محبه الرجل لدي، وكذلك انا على يقين ان محبتي في قلبه واقعه، وهذا لا يفسد للود قضيه. هكا بغينا نكونوا كمغاربه نختلفوا في الافكار، والراس اللي ما يدور كوديا. انا شخصيا كنت يساري في واحد الوقت وترعرعت في شبيبه حزب تقدمي، وملي كبرت ونضجت بانت لي هذوك الاختيارات ما كانتش كلها صحيحه، قلبت 6 سعود، والراس اللي ما يدور كوديا. هذا ماشي دين، هذا اختيار سياسي يمكن نتفق معاه اليوم، يمكن غدا انا اللي نتغير وما ما يبقاش موافقني داك الشيء، وممكن انا نبقى كما انا وهذاك الحزب ولا داك الاختيار السياسي هو اللي يتبدل على داك الشيء اللي عرفت النهار الاول، وهذه سنه الله في الحياه. فبالتالي الراس اللي ما يدور كوديا في اطار النضج، في اطار تطوير المفاهيم، تطوير المواقف. ما يمكنش انا في 20 سنه بداك الفراغ العقلي والمنطقي اللي في دماغي والاندفاع العاطفي يبقى عندي نفس المواقف وانا اشارف على الخمسينات. يعني كاع داكشي اللي شفت مده 30 سنه لم يفيدني في شيء. فبالتالي الاخوان راه التطور سنه الحياه بشكل عادي، الانسان كيحافظ على مبادئه، ولكن المواقف راه قابله للمناقشه. اذا في اطار تفاعلي مع السي عبد الله، هو ذكر هناك مشاريع في المنطقه، مشروع ماسوني صهيوني ايراني، ولكنه لم يذكر المشروع الاخواني. وانا اترافع من اجل مشروع امه مغربيه، بمعنى المشروع الإخواني إذا كانت عاصمته فاس روحيا، والرباط إداريا وسياسيا، والدار البيضاء اقتصاديا، ومراكش وطنجة وأكادير سياحيا، بهذه المكونات مرحبا. أنا من غدا إسلامي مغربي بمنطقة مغربيس، ولكن ماشي إخوان مسلمين مركزهم في قطر أو في تركيا أو في القاهرة أو في وكذلك بالنسبة لليسار. اتونسيون، أنا راه ماشي هذا تحامل على الإخوان اللي كيحملوا المشروع الإسلامي. تا بالنسبه لليسار، الا كان المشروع ديالو غادي يلحقني بروسيا ولا بكوبا ولا فنزويلا، ما عندي ما ندير به. تا مغربيت بحال واحد النحله تجول فوق الزهور، تاخذ الرحيق باش كتصوب لك واحد العسيله ديال تا مغربيت، وما كتاخذش الاوراق الدابله والفاسد بين الورود. جميع هذه غير نظريات. حنا اللي ما مسموحش لينا نتخلاو عليه هو الدين الاسلامي، النظام الملكي والوحده الترابيه. الدين الملكي بطبيعه الدين الاسلامي والنظام السياسي الملكي والوحده الترابيه، هذه ثوابت الدين. رحنا مالكيين منذ 13 قرن على العقيده الاشعريه والجنيديه. الملكيه هي ملكيه دستوريه بنفس برلماني، والوحده الترابيه راه ما كتعنيش الصحراء الجنوبيه فقط، تعني الامتداد الامه المغربيه. فبالتالي اللي ما كيامنش بالحدود ديال وطنه وباغي يرجع الامه العثمانيه الله يسهل عليه، ولكن في الايالات العثمانيه. انا شخصيا ممكن نعتبر راسي رجل أحمل فكرا إسلاميا بمنطقة مغربيس، أي أنني لا أؤمن بحدود المغرب السياسي الحالي، ولكن أؤمن بحدود الأمة المغربية الحقة، ليس بمنطق التمدد السياسي والعسكري بمنطق الاحتلال، ولكن على الأقل بالمنطق الجيوستراتيجي والجيوسياسي والجيواقتصادي والجيوثقافي وروحي، بمعنى أن المغرب يمثل رأس هلال سني لا زال قائما في غرب إفريقيا بشكل مستقل كما كان منذ 13 قرن، لا على الأمويين ولا على العثمانيين ولا على العباسيين. فبالتالي الكبوة ديال سقوط الأندلس أدينا ثمنها، كبوة الاستعمار ننهض منها، رحنا ما بعدش على الاستعمار فقط 67 سنة. تجربتنا الديمقراطية فتية بالمقارنه مع يعني المنظور الديمقراطيه الغربيه اللي مختلف تماما عن التراث الاسلامي العربي المغربي، اللي هو ايضا استثناء داخل الخصوصيه ديال الإسلامي العربي، لأننا دولة تعايش فيها العرب والأمازيغ، المسلمون واليهود، الأفارقة والأوروبيون والآسيويون، أيضا جاءت قبائل عربية. أنا لم أستثني المكون العربي، ولكن
تكلمنا باللغة العربية لا يمكن أن يسلبنا هوياتنا المتعددة بما فيها المكون الأمازيغي. انتماؤنا للدين الإسلامي لا يمكن أن يستثني وجود مغاربة يدينون بدين آخر وتعايشوا معنا وكانوا في هذا البلد لمدة قرون بمنطق البيعة لأمير المؤمنين من داخل إمارة المؤمنين. من يحاول أن يبايع أميرا خارج منطقة مغربيت هذا من أعارضه، ليس بالمفهوم الديني ولكن بالمفهوم السياسي أيضا. فبالتالي تمظهرات هذا المشروع ديال الأمة المغربية راه في الجولة الملكية في 2012 كانت جولة على مجموعة من الدول الإفريقية. في 2015 16 17 بدأت توقيع مجموعة من الاتفاقيات آخرها في 2021 مع خماسي اللي هو النيجر مالي تشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا حول محاربة الجريمة العابرة للحدود، وهنا كنتكلموا على محاربة الإرهاب، حول تكوين الجمارك من أجل ضبط تهريب الأسلحة والسلاح اللي كتهرب من اللي كتوجه للجبهات الوهم وكتوزع في مجموعه من الدول. مشروع يتمظهر من خلال ايضا تكوين القاده العسكريين، تكوين الائمه على الاسلام السني الوسطي المالكي، الاستثمارات التي يقوم بها المغرب مثلا اللي كيوصل الحجم ديالها ل 3 مليار دولار فاصل 4 في النيجر و100 منحه للطلبه النيجيريين منذ 2018، القنطره ديال ساحل العاج. هذه المقاربه ديال وين رابح اللي دخل بها المغرب هي مشروع مهيكل كتبان لنا من خلال انبوب النفط انبوب الغاز من نيجيريا للمغرب اللي هو هذه مشاريع مهيكله. هذه الجبهه الاطلسيه اللي كتجمع في واحد 23 دوله تقريبا. فبالتالي كل هذا التمدد ديال الامه المغربيه بمنطق الروحي بالمفهوم الاقتصادي بالمفهوم الجيوسياسي والجيوستراتيجي والعسكري ايضا هو من يزعج خصوم هذه الأمة. هذا اللي بغيت المغاربة يوعاو عليه نفتحوا عليه عينينا. عندنا مصالح كبيرة، حنا ما تنقولوش تازا قبل غزة، ولكن ما نقولش أخويا غزة قبل تازا. أسيدي غزة وتازا بحال هذا الشيء اللي قال جلالة الملك، بحال غزة بحال تازا، ديرونا بحال. حنا ما تسبقوا هذه على هذه، ما تسبقوا الاخرى على الاخرى. هذا الخطاب ديال الوسطيه كنلقاو راسنا كنتهاجموا من جهه من يريدون تازا قبل غزه وكنتهاجموا من يريدون غزه قبل تازا. فبالتالي لو فيت اننا نختلفوا، انا شخصيا اضع نفسي في موقع ثالث كنقول بحال غزه بحال تازا، بحال تازا بحال غزه. مصالح المغرب لا تتعارض مع دعمه للقضيه الفلسطينيه نهائيا، وكلما كان المغرب محافظا على مصالحه وعلى قوته كلما كان افيد للقضيه الفلسطينيه. ورجعوا للرساله الملكيه الموجهه للقمه المشتركه الاسلاميه العربيه. نعم. شكرا عادل الله يحفظك اخويا. غادي نمشي عند خاي فيغيتي، وفيغيتي بطبيعه الحال غادي يكون واحد السؤال واحد اخر، لان فيغيتي نعم خويا انا كنعرف المنطق يتكلم بمنطق الاكاديمي بحت اطار موضوعي وقراءه موضوعيه. سيدي شاكي، نعم خويا، كنشوفوا بان اجندات كثيره كتلعب من برا داخل المغرب. واش نقدروا نقولوا بان المغرب عنده واحد الاجندات تاعته اللي كتلعب على برا؟ مثلا واش ممكن شي نهار او لا ديجا كاينه بعد هذه القضيه هذه ديال انه المغرب كيلعب داخل فرنسا، كيلعب داخل امريكا، كيلعب داخل اسرائيل، كيلعب داخل قطر؟ المستوى هذا ولا ديجا رانا فيه وغير ما باينش لينا حنا؟ تفضل اخي. نعم خويا، شكرا على السؤال. اوكي، باش نجاوب على هذا السؤال لان الجواب راه كاين في اخر هذه المداخله. باش نجاوب على هذا السؤال هذه نستمر في نفس الخط ديال المداخله ديالي الاولى باش نكمل الطرح المفاهيمي واللي كنعتبره ضروري في هذه المرحله، ولكن ايضا لاثبات شرعيه تمغربيت كمنهجيه حقيقيه وبعيده عن الفوضويه لمواجهه حركه عابره قوميه اسلاميه اتفقنا على ذاك المرات كتستعمل ادوات القوى الاختراقيه كما شرحتها لاضعاف الوطنيه المغربيه وتذكرنا بحصان طروادة. الحصان هنا هو حزب سياسي اراد ان يدخل هذه الحركه العابره للحدود الى الجسم الوطني ليفجره من الداخل من خلال تعبئه ايديولوجيه باسلوب تحريض للضغط على الحكومه، ومن ثم اختطاف الوطنيه لاغراض انتخابويه. وهذا في نظري سوء تقدير يرقى الى الاستهتار السياسي. شنو هو خطر الاستهتار بالعمل السياسي؟ هذا الحزب سقط في خطيئه استغلال ازمه معينه لتسجيل نقاط ايديولوجيه، لكنه اخطا في حساب الربح والخساره، لان الشعارات اللي تمخضت عنها على هذا الخطاب
كفيله بخلط اوراق المغرب او بصراحه ايقاف المسار التنموي الانفتاحي اللي مشى فيه المغرب. السؤال هو هنا لصالح من ستكون هذه النتيجه؟ وهذا هو الجواب عليك. أكيد المستفيد الأول سيكون هو العدو الاستراتيجي الهكاوي وكفيله الكولونيالي. إذا هو صراع على النفوذ، هو إضعاف نفوذ المغرب في المنطقة التي بدأ المغرب يؤسس لها، اللي هي الغرب الإفريقي، واللي هي التوجه الأطلسي، وهي التحالف الأطلسي الجديد، وهو مشروع يسمى الأطلس الجنوبي بموازاة مع الأطلس الشمالي اللي هو محور واشنطن بروكسل. الآن المغرب يشتغل على محور واشنطن الرباط التي تمثل الكتلة الغرب الإفريقية الغربية. إذا المستفيد الأول سيكون العدو الجيوستراتيجي الهكاوي غير وظيفي، ولكن كفيله الكولونيالي هو الأساس. ثانيا، عدد من المنافسين اقتصاديين كتركيا. إذا هناك صراع على المصالح. احنا سمعنا بمشاريع اللي وقعت تركيا، فإذا هذا تهديد أو منافسة للمصالح المغربية. إذا هذا هو الجواب على سؤالك. نعم، المغرب يلعب في في الحديقة الخلفية ديال فرنسا وفي الحديقة الخلفية ديال تركيا، وهم الآن انتقلوا لكسر هذه الاستراتيجية وهذا التوجه الجديد. هذا هو الجواب. أنا أوافقك على الجواب، ومع ذلك للأسف نقول أن المغربي معيب غريب منطق بعض الإخوان. شكرا. شكرا سيدي شكيب. الأخ عبد الله، أكيد أنك تبعتي الجزء الأول من المداخلة ديال السي شكيب، وأكيد عندك معاه اختلاف ولا مؤاخذات. تفضل سي عبد الله وجده. شكرا للاخ سعيد. فعلا لا الاخ عادل ولا الاخ شكيب، لان عندما تحدث على الاختطاف، يعني اختطاف الوطنيه، وكما نقولوا وعطاها لواحد الفصيل ديال الحزب اللي هو حزب معترف به قانونا ومعروف يعني الحيثيات ديالو السرديات ديال هذا الحزب هذا كأي حزب آخر. يعني أنا بالنسبة لي عندما قال بأنه يمكن يعني تفجير لذلك وكأن الولاءات للخارج، وهذا أنا بالنسبة لي أمر ما فهمتوش، وأظن غير صحيح هذا الكلام فيما يخص أن المشاريع الخارجية مع هذا الحزب أنها ممكن أن تتقاطع فيما يخص إلغاء كل المكونات ديال اللي اتفقوا عليها المغاربة كأحزاب، لأننا نعرف أن المراحل اللي مر بها يعني التيار الإسلامي في المغرب، لأنه لم يكن له إطلاقا أي ولاء خارجي، بدليل أن المغرب يعني معترف بهذه الأحزاب، وبدليل أن مارس تقريبا 10 سنوات للحكم في المغرب. لذلك أنا أتصور بأن هذا التحليل هو بعيد كل البعد عما يقع في المغرب. بطبيعة الحال المشاريع الأخرى التي يمكن أو أجندات، أنا أظن المغرب فيما يخص هذه القضية هذه أدرك بأنه لا يتعامل معها بالنوع الذي ممكن أن الذي نراه حاليا مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي. هنا كنتسائلوا من يحاول أن يجعل هذه المشاريع التي يتصور وأظن فيها نوع من الخيال ونوع من التهويل ونوع من التضليل حتى فيما يخص أنها تهدد المصلحة الوطنية وتهدد النسيج الوطني. فأنا أتصور بأن المغرب قطع واحد المرحلة اللي هي أساسية فيما يخص هذه الاختلافات هذه، وأصبح كل الفرقاء السياسيين ولا الحزبيين ولا حتى اللهم إلا بعض الفئات اللي المغرب كما نقولوا مثلا الإحسان مثلا اللي مازال كما نقولوا لم تلتحق بالركب فيما يخص المشروع الديمقراطي المغربي. أتمنى أن يتم الحديث على العوائق اللي عندنا والكوابه اللي عندنا في تحقيق المشروع الديمقراطي في المغرب أو المشروع الحضاري ديال الدولة المغربية وديال الأمة المغربية، عوض أننا نلجأ إلى التخويف فيما يخص الخارج، وكأننا نحاول أن نوجه الرأي العام أو نوجه الاهتمام ديالنا إلى المخاطر الخارجية، وننسى أن ربما الذي سوف ينسف حسب الإخوة عندما يتحدثون على التمغربيت ربما الداخل وليس الخارج، بمعنى أن هناك
واحد النكوص فيما يخص المشروع الديمقراطي في المغرب. فإذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية فعلا، وهذا ما نطمح إليه وهذا ما يحاول جلالة الملك أن يرسيه من خلال بعد بناء الدولة المغربية من طرف جلالة الملك محمد الحسن الثاني الله يرحمه، وأن يستكمل جلالة الملك خاصة بعد دستور 2011، وهو تحقيق هذا المشروع الديمقراطي في واحد الإطار من الوضوح والشفافية والعدالة وكل الأمور التي جاءت في الدستور المغربي. فتنزيل هذا الدستور والعمل على دولة الحق والقانون هو الذي سوف ينسف أي مشروع إذا كان خارجي. وأنا على يقين بأن الشعب المغربي محصن كل الحصانة، اللهم إلا البعض الذي يحاول التشويش على النسيج الوطني من خلال إطلاق مثل هذه الأمور أو محاولة. يعني للأسف أنا بالنسبة لي هي نوع من خلق يعني واحد بؤرة ديال التوتر ولنسف يعني واحد المشروع اللي هو كبير، هو المشروع الديمقراطي، خاصة بعد أن كان يعني التيار الإسلامي أو الأحزاب الإسلامية أو أحزاب أخرى، حتى وإن كانت أحزاب أخرى، للمنافسة الحزبية فقط. وأظن على المستوى الوطني الحقيقي وعلى مستوى الأمة المغربية هذا الأمر لا وجود له. بطبيعة الحال كاين تشويش آخر اللي هضرت عليه، وهو هذا أو رأيناه مثلا في الصحافة فيما يخص أن هناك بعض العناصر التي تحاول أن تشوش على المغرب يخص العلاقة فلسطين مع المقاومة مع الإسلام مع الأمور الفقهية للإسلام بواحد المفاهيم جديدة. كل شيء كاين عندك مشكل في الكونيكسيون، الصوت كيتقطع، عندك الشراطي الحمر في الكونيكسيون. كنت كنتمنى انه تلقى شي بلاصه اللي تكون فيها شويه الكونيكسيون شويه مجهده. للاسف الصوت كيتقطع، دونك انا كنت بغيت نتفاعل معك بواحد السؤال، ولكن للاسف ما غاديش نقدر لان الصوت عندك كيتقطع. في انتظار انك تلقى شي فرصه فين انا عارف يمكن راك في الشارع، دونك الا كانت شي بلاصه اللي ودابا الصوت مزيان سعيد؟ دابا مزيان. سي عبد الله، واحد السؤال الا بغيتي نتفاعل معك في اقل من دقيقتين. السؤال هو تحدثتم عن أجندة إماراتية وأجندة إسرائيلية أمريكية في المغرب، وكاين الناس ديالها كتقولوا بأن كاين ناس ها هنا اللي كتخدم وكتلعب هذه اللعبة هذه. السؤال هو واش ما كايناش أجندة قطرية تركية، وإلا كانت من يلعب هذه اللعبة القطرية التركية هنا في المغرب؟ تفضل سي عبد الله. والإيرانية سي عبد الله كتسمعني؟ افتح المايك سي عبد الله. أنا أتصور بأن طبعا كل الدول تحاول أن تجد لها موطئ قدم، كما عندما طرحت السؤال على شكل تسمعني دابا؟ لا والو مازال. لا سي عبد الله والله مازال عندك مشكل. اعتذر سي عبد الله، اسمح لي بزاف. حتى ولكن خليك معنا حتى تلقى الكونيكسيون شاده راسها وغادي ناخذوا الراي ديالك. الاخوان راه كينزلوا غير راسهم، ما كيطيحهم حتى شي حد، ما كيطيحهم حد. غادي نسمعوا لجوج اخوان جداد، ولكن بيناتهم غادي نسمعوا السي المستشار. غادي نبدا بابو. مرحبا سي سعيد، بخير. كل تقدير واحترام لك اخي، مرحبا بك، مرحب بك دائما. تفضل اخي، الكلمه لك. الله يبارك فيك. انا غادي نبدا بالكلمه ديال خالد مشعل اللي اراد البعض ان يجعل من لا شيء شيئا كبيرا. ما الكلمه اللي قال كلمه عاديه جدا، وبالعكس كما ارى انا من وجهه النظر ديالي انه خصص الشعب المغربي ولم يحرض الشعب المغربي على القياده على الاطلاق، بل طلب من الشعب المغربي، لان العالم علم ان الشعب المغربي هو الشعب العربي او المسلم الحي، هو الذي تفاعل مع ما حدث في غزه. وبالتالي هذا ملي هو يتكلم مع الشعب كيقول لك لا يكلمنا الا الملك. واش هو استعمل خطاب الملك؟ قال الشعب العزيز الملك يتحدث مع الشعب في اطار دستوري كمالك للبلاد، اما مخاطبه الشعب يمكن لاي كان ان يخاطب الشعب. الاموي كان كيدير المؤتمرات ويخاطب فيها الشعب. اي مسؤول سياسي او نقابي من حقه يخاطب الشعب
لواحد وجهه نظر ديالو هو اللي كاين. بايدن وواحد العدد ديال الدول ديال رؤساء الدول خاطبوا الشعب المغربي ملي شافوا الملحمه ديالو قالوا ان هذا الشعب هذا اعطى درس للعالم. فغادي نجي انا ونقول علاش تحدث على الشعب؟ هذه يعني كلمه باطل يراد بها حق. الرجل جاء يطلب من الشعب المغربي ومن القياده ديالو على انهم يساندوا هذه هذه وحده. ثانيا بدينا كنسمعوا بزاف ديال واحد المصطلح اللي بدا الان كيتقرص وهو التمغربيت. التمغربيت عند البعض شنو هي؟ هو ان المغرب اولا والمغرب ثانيا والمغرب ثالثا. نقطه الى السطر. المغرب كما كيقولوا شي واحد الان في التعاليق عند كاسي سعيد كيقول لك المغرب والعالم طز في العالم. هذه النظره ديالو ديال هذا النوع من الناس، النظره ديالهم هما النظره التي لا يفوتنا فيها ارنبه الانف. حنا كنشوفوا المغرب التمغربيت هو انها تلك الشعله التي تنير حيث حلت. فالتمغربيت ديالنا حنا